السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما يا رب. وسنة سعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا وعلى الإخوة المسيحيين. يا رب تكون سنة أحسن من اللي قبلها يا رب، علينا وعلى كل أمة محمد أجمعين، الأخوة المسيحيين جميعا. هنعمل مع بعض النهاردة تورتة بابا نويل. هي يعني فرحة كده عشان تفرحي أولادك بحاجة بسيطة كده ومش مكلفة، بدل ما تشتريها من بره. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. يلا نبتدي نشوف مع بعض هنعمل كده الكيكة الاسبونج ازاي بتاعة التورت. أول حاجة دول 6 بيضات، فصلنا البياض عن الصفار. لازم تتأكدي ان انت فصلتي البيض عن الصفار كويس، ما يبقاش فيه ولا نقطة صفار في البياض خالص، عشان البيض بتاعك يطلع كده مرنجي وحلو، يعني يبقى ناجح معاكي من الاخر. هنبتدي بقى كده نشتغل مع بعضينا بسم الله. المضرب بتاعنا كده زي ما انتم شايفين كده، هنفضل نضرب كده بالشكل دوت. هضربه وارجع لكم تاني طبعا اوريلكم عشان نشوف المضرب. دي كده كوبايه سكر، هنضيف النص بتاعها. حطينا كده على البياض اللي احنا بنضربه دوت، حطينا عليه نص كوبايه السكر عشان احنا قلنا هنستعمل كوبايه سكر. هطفيلكم بس معلش، هعتذر عن الصوت. قلنا كوبايه سكر هتبقى عندنا، هناخد نصها نحطها على البياض والنص التاني على الصفار. هفضل اضرب بقى بالشكل كده لحد بالشكل زي ما انتم شايفين دوت، وهرجع اوريكم. شايفين كده هيبقى بالشكل دوت زي ما انتم شايفينه، يبقى مرنجي كده معانا، ويبقى عامل المنقار دوت كده اهو. لما تحاولي ان انت تعمليه كده ما يقعش منك من البوله او الحاجه اللي انت بتستخدميها. خلاص كده خلصنا البياض، هنبتدي نركنه على جنب ونبتدي نشتغل في الصفار. هنبتدي برضو هنقول بسم الله ونضرب بالشكل دوت. بسم الله. هحط، شايفين احنا لسه هنضربه تاني طبعا لحد ما السكر بتاعنا ينعم خالص ولونه يفتح. وهنبتدي ننزل معانا بربع كوبايه من الزيت، هنضربهم برضو مع بعض. هضربهم وارجع اوريكم. بعد ما ضربناه كده بقى بالشكل دوت، هنبتدي ننزل عليه حته كده من بياض البيض اللي احنا عملناه، وهنقلبهم كده مع بعض كويس. حطيت نص كوبايه السكر التاني اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، وحطيت رشه فانيليا طبعا علشان زفاره البيض، زفاره البيض، سوري معلش، علشان زفاره البيض. هضرب دول برضو مع بعض كده عشان حاسه ان السكر بتاعي لسه ما دبش. هضربهم مع بعض تاني. هنزل كده معاكم بمعلقه من الخل، عشان الخل ماده رافعه بيخلي الكيكه بتاعتك تبقى ناجحه وكويسه. وهنزل بنص كوبايه من اللبن. بسم الله. دي عندي كوبايه، هاخد نصها، ولو احتجت النص التاني برضو وانا شغاله هاخده. هضربهم برضو مع بعض تاني. دي كده كوبايه ونص من الدقيق، شايفين لونه فتح ازاي؟ مش هحطها كلها، هضرب كوبايه ونص، كوبايه اللي هي كوبايه ونص من المج اللي احنا بنشرب بيه الشاي. هقلبهم كده شويه شويه بس كفايه. شايفين الخليط طبعا بعد ما خلاص بقى تمام، هو لونه فتح خالص. لو حسيت ان هو تقيل كده شويه ممكن تديله حبه لبن كده بساط وتضربيهم كده مع بعض. هنبتدي طبعا كده البياض البيض اهو اللي احنا قلنا لكم عليه اللي كنا عاملينه، وخلاص الصفار اهو شايفينه، حاطين عليه الدقيق. واستعملت الفانيليا، في فانيليا خام كده، العلبه الصغننه دي جميله، دي كده ب5 جنيه. دي ب5 جنيه، عشان دي بيعملوها من الفانيليا اللي هي مش عارفه الكيلو بتاعها ب80 جنيه حاجه زي كده، او ب200 جنيه حاجه زي كده. انا سالت على، انا كنت جايبه منها قبل كده سايله كده في كيس من عند العطار، كان قايل لي الجرام بتاعها مش عارفه ولا 10 جرام هي كلها على بعضها ب500 جنيه. فبتاخدي منها بقى بالجرامات. لقيت منها ازايز كده بالشكل دوت، دي احسن من البواكي بكتير قوي.
هنبتدي طبعا بعد ما خلصنا هننزل بالخليط كله على البياض بالشكل دوت. وهنفضل نقلب. في خطوه مهمه جدا تقدري تعمليها لما تيجي تقلبي البيض مع الصفار، تقلبيه كده اهو من تحت لفوق. الخطوه دي مهمه جدا عشان ما تطلعيش الهواء اللي فيه. نفضل نضرب بالشكل دوت كده بالسباتيولا كده من تحت لفوق. الكيكه بتاعتنا ما شاء الله هتبقى كيكه ناجحه. هتعمليها هتديكي الشكل والقوام اللي هي زي ما بتجيبي كده زي ما بيشتغلوا في المحل بتاع التورت كده اهو. هنفضل لحد ما ندخل الخليط كله في بعضه، كله يتجانس مع بعضه اهو. بس هي حركه واحده بس اللي انت تعمليها، خطوه مهمه، ان انت هتجيبي من تحت لفوق وفي اتجاه واحد، يعني ما تفضليش تقلبي كده شمال ويمين، لا. هفضل اعمل كده بالشكل دوت وفي اتجاه واحد زي ما قلنا. هكون بقى مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 140 الرف الوسطاني، وهتقعد في الفرن حوالي ساعه الا تلت اهي. شايفين انا بنزل ايدي ازاي من تحت لفوق، من تحت لفوق اهو كده. خلاص انا دخلت كل المكونات بتاعتي في بعضها، تجانست كلها مع بعضها. شايفينها بقت بالشكل دوت كده. هبتدي اكون محضره صينيه عندي اهي، واكون دهناها بالزيت. الصينيه بتاعتك حسب ما انت عايزه المقاس بتاعها، مقاس 24 مقاس 22 حسب ما انت عايزه سمكها وتبقى عاليه قد ايه. هبتدي اقول بسم الله وانزل بالخليط كله. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده بالشكل دوت. انزل بالخليط كله كده واكون محضره الفرن بتاعي. لازم يكون على اعلى درجه الاول قبل ما اظبط الحراره. لازم اكون مسخنه الفرن. هتفضلي تعملي كده اهو، سوري معلش بعتذر عن الصوت. تفضلي تعمليها كده، تخرجي كل الهواء اللي جوه، ما يبقاش فيها اي فراغات كده اهو. تفضلي تخبطيها كده اهو بالشكل دوت عشان تخرجي. الكيكه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها ما شاء الله هشه زي ما انتم شايفينها اهي ما شاء الله. والصينيه شايفينها ما فيهاش اي حاجه. مش تعبنا في الغسيل. هنبتدي نشيل كده بالراحه. طبعا هي سخنه، هشيل الورق ده من عليها واوريها لكم بعد ما اشيله. شايفينها اهي بيتخلع بكل سهوله، بس هي سخنه لسه ما بردتش. ابتدي اسلكه كده واحده واحده بالراحه. زي ما انتم شايفين طبعا اهو. الورق ده طبعا مش ورق زبده، ده ورق بتحطي ورقه بتاعه كراسه سكتش. انا عشان ما كانش عندي فهي اهم حاجه ان الورقه بيضه اهي، ما فيهاش اي حاجه ولا كتابه ولا حاجه، ان هي تبقى فيها ماده سامه للكيكه. شايفينها وما شاء الله طلعت اهو. هوريها لكم ده الوش عشان ايه كده كده الوش البني ده انا مش عايزاه. شايفينها ما شاء الله اهي. ده القعر بتاع الكيكايه وشها اهو. شايفينها ما شاء الله، شايفين هشه وجميله ازاي. حتى لو عايزين نشيل ده برضو هنشيله كده بالمعلقه هيشتغل معانا بكل سهوله اهو. هتبقى شكلها زي التورته اللي بتجيبيها من بره بالظبط، متختلفش عنها اي شيء. هشيل دوت كده. هي لسه طالعه من الفرن بقالها حوالي 5 دقايق اهي. طبعا لسه سخنه برضو. هنبتدي نشتغل فيها بقى. هشيل كل ده. هبتدي طبعا بسكينه مشرشره كده. اللي ما عندوش سكينه مشرشره يستعمل اي سكينه. انا بس هحدد كده عشان اوريكم انا هعمل ايه فيها. بجيب الخيط وابتدي ادخل اول طرف للخيط كده اهو بالشكل دوت. زي ما انتم شايفينها، شوفوا جميله ازاي. بس معلش بقى هي لسه سخنه اهي. قطعناها بالسكينه وقطعناها بالخيط.
هبتدي اشتغل في الجزء اللي تحت دوت. وادي الكريم شانتيه عملته عشان احاول اقصر عليكم الفيديو ما يبقاش طويل قوي. كريم شانتيه طبعا كلنا عارفينه. هبتدي اقول بسم الله وابتدي اغلف التورتايه بتاعتي او الكيكايه بالشكل دوت. معلش هقفل الكريم شانتيه كده. طبعا في خطوه معلش انا عديتها نسيت اقول لكم عليها. بتمسكي الكيكايه بتاعتك وبتجيبي لو عندك سيرم اللي بيتعمل منه الحلويات او عندك اي نوع عصير، بتبتدي تشربي الكيكايه بتاعتك بالفرشه كده بالراحه علشان تبقى طريه، وفي نفس الوقت لما تيجي تحطي الكريم شانتيه يبقى متماسك عليها اهو. طبعا هنكتر لها الكريم شانتيه علشان لما بيبقى فيها كتير من جوه بيبقى طعمها حلو. هنفضل نعملها كده بالشكل دوت. كده كده اللي في الحروف ده اي حاجه هتقع في الجناب احنا كده كده هنحاول ان احنا ننضفها كده بالراحه. الجناب كده كده اساسا هتتغلف. متهيألي كده الطبقه بتاعت الكريم شانتيه كده طبقه كافيه كده. هجيب كده هجيب الجنب التاني اهو، الوش بتاعه اهو زي ما وريتها لكم، وهنزل كده بالشكل دوت. وهجيب برضو الكريم شانتيه هبتدي طبعا بعد برضو الحركه التانية اللي انا قلت لكم عليها برضو. معلش انا عديتها بس عشان انا مستعجله فعشان كده ايه نسيتها نسيت اصورها لكم. يعني ان انت هتسقي بالشربات التورتيه بتاعتك هتسقيها برضو من فوق كده بالشربات السيرم او باي نوع عصير زي ما قلنا. هفضل برضو اعمل فيها كده بالشكل دوت من الجوانب لحد ما اخليها كلها زي بعضها. عشان نسويها ما تبقاش حته عاليه حته واطيه. هغلفها كده كلها واوريها لكم ونرجع نقول لكم الخطوه التانية هنعمل ايه. امشي ايدي اعمل خط كده عشان امشي عليه، وهعمل الحته اللي هي بتاعه الزعبوط دي هطولها كده شويه. هنحط عينيه كده هنا بالشكل دوت. هنبتدي نشتغل بقى بالكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نعمل كده هنمشي كده لحد الزعبوط بتاعه كده. ده بنفتح الاضاءه بس كده. وده شكل التورته بتاعتنا الجميل زي ما انتم شايفينها ما شاء الله. طبعا انا عديتكم بمقطع كبير عشان خاطر طبعا التليفون فصل مني شحن معلش بعتذر. شايفينها ما شاء الله جميله جدا اهي. طبعا اللون الاحمر دوت بتجيب اللون ده زي ما كلنا عارفين من عند العطار اللي هي الالوان الصناعيه، بس هي ايه
الوان صناعيه يعني للاكل، مش كويسه يعني بمعنى صح. شايفين كده بابا نويل معانا، وده الزعبوط بتاعه اهو، وعملت بقه بالاحمر عشان يبقى خلفيه كده ما بين الابيض والاحمر. هابي نيو يير يا حلوين. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده بقى عجبكم. شايفين شكلها جميله جدا، والكيكايه من جوه طالعه جميله ومش مكلفه. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.